يخاف مني ويعمل لي مليون حساب ويترعب مني كمان وشوفني زي العفريت بتنطط في كل حتة قصادك، بس ده في حالة واحدة، أما أكون فاشلة. إياك تخاف من حد ناجح أو حد بيحاول ينجح أو حد حاطط قدامه طموح إن هو لازم ينجح، ما عندهوش وسيلة خالص غير إنه ينجح. ده إياك تخاف منه، لأن اللي عايز ينجح لا بيبقى عنده وقت للحقد، ولا عنده وقت إنه يزعل من حد، ولا عنده وقت إنه يحقد على حد، ولا عنده وقت إن يقول فلان ده بيعمل وفلان ده بيعمل، ولا عنده وقت إنه يكيد لحد ولا يفكر لحد إزاي يوقعه في شر أعماله. إنما الفاشل بيفضل مركز مع الناس، بيفضل مركز في القيل والقال، بيفضل مركز في المكائد اللي عايز يعملها للي قدامه عشان يوقعه، أيا كان مين اللي قدامه، حتى لو اللي قدامه ده كان سبب في نجاحه في يوم من الأيام. البني آدم الفاشل هو البني آدم الوحيد اللي ما ينفعش تأمن له، البني آدم الوحيد اللي بيبقى قاعد فاضي، فدماغه بتبقى فاضية، مش مستوعب إن دماغه لازم تبقى مليانة بحاجات كويسة، لأ، دماغه بتبقى فاضية للحاجات الوحشة. فلو قابلت أي حد فاشل خاف منه وابعد عنه. قابلت أي حد ما عندهوش أي طموح غير إنه يقعد يتكلم أو يتنمر أو يكيد لحد، ابعد عنه عشان ما تتعداش منه. أصل بعيد عنكم الفشل ده عدوى والحزن ده عدوى، فإحنا عايزين نبقى مع الناس اللي تعدينا، بس تعدينا للصح. فلو لقيتوا حد ناجح الزقوا فيه، مش اعملوا زيه، بس الزقوا فيه عشان تتعدوا منه. ولو لقيتوا حد مبسوط خليكوا معاه ورافقوه عشان تتعدوا من فرحته ومن انبساطه. ممكن تلاقي نفسك بتبتسم من غير ما تعرف انت بتبتسم ليه ولا عايز ايه. وصدقوني الفاشل والناجح مش في الشغل بس، فاشل والناجح بيبقى في كل التفاصيل بتاعة الحياة. ما هو مش كل من قال انا ناجح عشان في شغل بس، ما ممكن في بني ادم ناجح في شغله بس فاشل جدا في بيته، وفي بني ادم ناجح جدا في بيته وعارف يبني بيت صح وعارف يعني ايه مسؤولية، بس هو طبيعته مش عارف يعمل شغل كويس. بس انا من وجهة نظري ان الناس اللي ناجحة في بيتها دول اكتر ناس ناجحة واعظم ناس، اكتر من الشغل. وبالنسبة لي ان الست اللي ناجحة في بيتها قوي احسن مليون مرة من الست الشاطرة في شغلها قوي، لان اللي ناجحة في بيتها بتبقى شايلة كل حاجة، شايلة الحب والحنان والعطاء والمسؤولية الكاملة على كتافها، وشايلة كل حاجة على كتافها هي. لو قدرت تنجح بكل المسؤوليات دي فهي شابو ليها. انما الشغل يبقى شغل سيستم معين وطريقة معينة وحياة معينة، شابو ليها برضو لو نجحت، بس النجاح الاساسي للست في بيتها، وعايزة تزود اكيد في شغلها، بس ده مش اساسي. فابعدوا عن الناس الفاشلة، قربوا من الناجحين بس.